كيف تفلفل؟ كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد مع ريام. ريام وش تقولين حال المتابعين؟ هاي المتابعين. زين، فيديو اليوم سويت انا في الانستغرام في الستوري، سألت المتابعين اعطوني اكلات حلوة عندكم، وان شاء الله اليوم راح نجرب الاكلات اللي اعطونا المتابعين اياها، لان الخلطات انزين، وبنقيم وش افضل خلطة وش اسوأ خلطة. جاهزة ريام؟ ايوه يلا. زين، بنبدأ مع الخلطة الأولى اللي هي بطاطس صحار مع آيس كريم علب، وناسين الملاعق بسبب ريام، صح؟ لا صح، هي بسببها هي. زين، هذه الخلطة الأولى آيس كريم علب، جبت فانيليا أنا ما أعرف إذا بيضبط. زين، وهذا بطاطس صحار. يلا بنجرب، نسكر ريام شوية. زين نجرب، طبعا كله بنسويه بدون ملاعق، كله بسبب ريام، نسينا الملاعق في البيت. زين، هذا الاسكرين بطلناه، بطاطس صحار، بطاطس صحار مع الاسكرين. هون كذا، هو يمكن قصدهم يخلطوه، بس مشكلة الملاعق ما جايبين له. زين كذا كذا بيكون كيف. يلا ريام بتجرب اول شيء. ريام جربي. كيف ريام؟ جربي جربي كذا كله بعدين تقيمي. نجرب انا مرة ثانية مع الاسكرين، غمص. زين، هذا هو مرة ثانية، بسم الله. يعني يمكن هم قصدهم خلطة ثانية، يعني احنا ما فهمناها. اسكريم علب، هذا اسكريم علب صح، وبطاطس صحار. كيف ريام؟ نفس يعني كم تقيمين من 10؟ 10 من 5. 10 من 5. 5 من 10. نجرب. تجربين غيرها؟ لا خلاص، ما عيباك ما عيباها، يعني هو ما لنا سيء، حلو. أقيمه أنا 6 من 10. يلا. زين، الحين عندنا خلطة ثانية اللي هو كوب يكون فيه الآيس اللي هو الثلج، ويكون وين عنده اللي هو آيس كريم التوت. زين، هذا آيس كريم التوت شفتوه، ويكون عندك كينزا الأخضر. ما أعرف أنا، ما صراحة سامع به قبل بس ما جربته. زين، طبعا نحط الحين الآيس كريم التوت قبل تبطل مشكلة. هذا آيس كريم التوت. كيف ريام؟ شوف هنا الخلطة حلوة بتطلع. هذا آيس كريم التوت. زين، بنحطه في الكوب كذا، لا زين، وبنبطل كينزا وكذا بيكون خلطة. قريبة. كيف ريام؟ حلوة تشوفينها؟ ها؟ لا مخيلة ما حلوة؟ غريبة. غريبة. وين ريام تشوف؟ يمكن احنا سويناها غلط، ما اعرف. هو مكتوب اللي هو كوب نسوي فيه ثلج، بعدين نخلي فيه الاسكريم ونزيد عليه اللي هو كينزا الاخضر، اللي هو قصدهم كينزا الليمون اللي هو الحمضيات، فكذا صار. نجربها ريام؟ نجرب، يلا بسم الله. مهيتو، نفس المهيتو. جربي مهيتو فراولة أو توت. شوفي كيف. حلو. شربي لا عشان تقيمينه صح. حلو؟ ايوه كذابة والله. لا تسلكين، ترى ان هاي بنت مسوتنا على عشان بنت مسوتنا. لا صراحة حلو نفس المهيتو. كم تقيمين ريام من 10؟ 10 من 10. 10 من 10. وحظكم أنا قيمة صراحة بدون مجاملة 8 من 10. يعني أحسه هو غريب شوية، طعمه غريب وحلو نفس الوقت، ما تعرف كيف. زين، الخلطة اللي بعدها
اللي هو جرب تركيز مع الفلفل الاخضر واللبنه. مكس عوف لا داعي للخوف. الله اكبر غبنه. شكلها هاي لا داعي للخوف معروفه هي نهايتها في الحمام شكلها. زين كيف ريان ايش رايك؟ اوان هذا فلفل مع تركيز والله ناويهم يعرفونه. زين مع اللبنه. لبنه بعد هذا يمكن يدعم ما اعرف ايش. ترى شباب اي شيء يدعم انا ما اعرف. الحين اقول لكم لا تكتبوا لي في التعليقات. زين كيف ريان؟ ما حلو ليش؟ لأنه في فلفل. ما تحبين فلفل؟ لا. يلا زين هذا انا هاي اول مره اجربها في حياتي. ها شايفينها في التيك توك، شايفينها في الانستغرام، في كل مكان، بس اول مره اجربها في حياتي. يعني انا ما اعرف كيف اسويها، ما اعرف. يعني ريم تساعديني كيف مسوونها تعرفين؟ لا. طريقه ممكن كذي يخلون صح؟ نخلي كذي يعني التركيز نخليه في الفلفل كذا بيستوي. زين بس حتى لحظه كذا بيستوي صح؟ تاكلين ريم؟ لا. ليش؟ ما حلو. تاكلين ماشي. جربي يلا. زين هذا اللبنه نسويه في اللبنه. والله غلط اظن غلط، ما كذا ريام يسوونه كذا غلط يمكن ما اعرف. مهم سويناه باللبنه شويه ما اعرف اذا صح. يلا ريام انت فرد تجارب. يلا انت اول شيء. انا اول شيء عادي بجرب انا، لكن اذا حلو تاكلين شرط اذا عيبان يعني. يلا بسم الله. كذا صار الشكل ما اعرف اذا حلو ما لي دخل ريام. ها بسم الله. الثاني التاتيز واللبنة ما غريبة علي، بس فلفل. فاهم مشكلة بعد الفلفل ما احبه، بالعكس حلو ريام. حلو. حلو. تبى تقيمه أول شيء؟ أقيم 7.5. تاكلين؟ أيوة. ولا ما مزعلك ليه تركيز مع اللبنة؟ هي اعتبريها خلطة من معينة جديدة. ما اسمه يمكن انا سويتها غلط، يمكن احنا مسوينها غلط من كذا جت ما حلوة. يمكن من كذا يعني يمكن نسوي اللبنة قبل ولا كيف ما اعرف. يلا بتاكلين؟ لا. ما تبين يعني ما خلاص. زي يلا تركيز مع اللبنة. تاكلينه؟ زي خلاص يلا. سوي هذا التركيز مع اللبنة. كيف؟ كلي بعدين قيمي. هاي خلطتي انا طبعا، يمكن انا افوز بعد. تركيز حلو لكن مشكلة الفلفل، انا ما يعجبني الفلفل اصلا. عيباها. حلو ها مع الفلفل. خلي يلا. لا. زين بس شوية بس مني قصة بس شوية من قدام. ما حلو حمد. حلو يمكن. زين انا من ست ما عايبني عاد حلو في الطعم. بس شوية من قدام بس. فيلا. شوية ها بعدين ما تقولي لي ما كليتي وايد. يلا شوية فلفل كليه. فلفل كليه. ما كليت فلفل. كيف؟ كيف؟ 0/10. حلو. ما حلو. كلي مرة. ما بقى. كم تقيمينه؟ 0/10. زين وهذه ها التركيز مع اللبنة واحدة. 10/10. هذا حلو. الفلفل ما حد يحبه، انا والله ما احب الفلفل، ما حلو شكل اصلا. يمكن قصدهم هذا الفلفل، انا ما اعرف شفت حتى ابحث يعني عنه طلع هو ذا الفلفل يسووه، اللي هو احنا نسميه فلفل الكبار ولا ايش يسمونه ما اعرف ايش يسمونه. زين الحين مع الخلطة اللي بعدها بطاطس عمان مع روب. مشكلة الملاعق يا ريام، الملاعق بسببك انتي. زين نبطل هو الروب. مشكلة الحين كيف ما نسويه داخل البطاطس. ما هو البطاطس احنا نخليه صغار ونكبه داخل الروب، لكن بسبب السيدة ريام. ايوه الحين ضحكي لنا المتابعين. زين بطاطس
نغمسه في الروب. يلا ريان عندك اول بداية. اول شيء انت. ليش انا؟ شوفي ما تفر تجارب، تفر تجارب. انت اول شيء. يلا زين ما مشكلة، انا اول شيء. بسم الله. يلا. كيف؟ حلو؟ صبر خلنا ناكل. نقربنا مع اللبن. هو طبعا نفس الشيء، لبن وروب كله نفس الشيء. بصراحة فوز هذا الأكلة تفوز. كم؟ 10. 100 من 10. 100 ما 10 من 10. لا إله. ماشي لا إله. يلا بسم الله. ما ثانية. كله من الريام كان نخليه صغار صغار في الروب، حلو بيطلع. وين لذيذ. يلا ريام جربي. هاي ما غريبة علي. انت كل ما غريب عليك. يلا بعدين يبون تقييم. كلي بعدين قيمي. كيف؟ صبر. الحين بعد تقول 0 من 10. لا ما صفر. لا ماشي. يلا كم؟ 10 من 10. زين والله واجد يا اخي لذيذ. 10 من 10؟ هلا انت ليش سويت 100 من 10؟ زين الحين من الكام اللي سويناها اللي قبل هنا احسن شيء. هاي. والتركيز مع الفلفل. حلو بعد. حلو؟ هل قلت 0 من 10؟ لا انا قلت مع الفلفل. لا التركيز مع الفلفل واللبنه. 0. انت انا قلت لك اسمه، قلت حلو بعد، انت قايل هو 0 من 10 كيف كذي؟ انا اقصد التركيز مع اللبنه بس ما مع الفلفل. مع اللبنه، انا قلت لك مع الفلفل. مع الفلفل 0. ليش 0؟ لانه ما حلو. لا حلو. ما حلو. زين مريم تسلق طلعت. ما سلق، هو اللي يسلق. طلعت انا فقرة خاصة لفقر الشيف مريم، يا بنت تقيم معي. ماشي منه. إذا خلاص وصلنا لنهاية فيديو اليوم، أتمنى يكون خفيف وبسيط عليكم ويعجبكم إن شاء الله. واليوم وش تقولي لهم؟ سووا لايك واشتراك. باي.